ماتش السوبر ما تفقدش لعيبه، وفي نفس الوقت المباراه مهمه، وفي نفس الوقت ما اشتغلش مع اللعيبه بقى لي فتره، يعني ما اشتغلش فتره طويله مع اللعيبه، فظروف صعبه بتمنى الناس كلها تتفهمها، وبتمنى يكون عندنا طول الوقت جمهور الزمالك في ظهر الفريق وبيساندهم بشكل كبير جدا، لان الفتره اللي جايه دي فتره بالنسبه لنا فتره مهمه سواء للفريق وسواء ليا بشكل شخصي. اتفضل يا كابتن. البدايه مبروك كابتن احمد، وكل الدعم ليك في الفتره الجايه ان شاء الله، وبطوله مهمه جمهور الزمالك منتظرها. اي نعم المسؤوليه وقيم كالعاده في ابناء نادي الزمالك لما بيتولوا المسؤوليه. الوقت ده يا كابتن احمد 3 ايام وعندك ماتش في اليوم الرابع قدام فريق زي بيراميدز. شفنا في الشوط الثاني من مباراه النهارده اللعيبه بتقل بدنيا او معدلات الجري بالنسبه لها بتقل كتير. هتشتغل ازاي على الموضوع ده قبل مباراه مهمه زي بيراميدز الجايه؟ والجزء الثاني لو تطمنا على اصابه خوان بزيرو. الحقيقه بالنسبه لاخواني الاول، بالنسبه لاولاد الزمالك انا بوجه الشكر لكل ابن من ولاد الزمالك اتصل او بعت لي مسج يعني عشان خاطر المسانده، فانا بوجه له الشكر لاي حد عمل ده معايا يعني. بالنسبه لاخواني لسه ما طمناش عليه، اما بالنسبه لمباراه بيراميدز تحضيراتها وجاهزيتها ودوافع اللعيبه والحوافز بالنسبه للمباراه موضوع مختلف تماما. انت بتشتغل قدام فرقه النهارده وصلنا للجول الثالث، انا بقول لك شكلا وموضوعا بالنسبه للاداء اوقات كتيره جدا احنا ما كناش كويسين في المباراه النهارده مكسب يعني، لكن مباراه بيراميدز هيبقى لها تحضير مختلف، فرقه كبيره يعني فرقتين كبار هيلعبوا قدام بعض زي الزمالك ونادي بيراميدز، فالتحضير هيبقى مختلف يعني خالص. الصف الثاني اتفضل. احمد باهي موقع نمبر 1 نيوز. طبعا بنبارك لكابتن احمد على الفوز وبالتوفيق ليك طبعا في الفتره اللي جايه. النهارده لاحظنا في التشكيل اللي حضرتك بدات بيه اللقاء ان في اكتر من عنصر دخل جدا. المؤقته اللي انت كنت فيها كمدرب عام مع المدير الفني السابق، وهي دي اللي ادتك رؤيه حوالين الفريق ان انت تقدر تدخل اكتر من عنصر، وهل هنشوف ده الفتره اللي جايه من اللعيبه اللي كانت مستبعده فترات كبيره؟ بص، لو رؤيه كامله هبقى كداب ان بقول لك ان انا ابقى عندي رؤيه كامله بالنسبه للعيبه، لكن انا راجل يعني قبل ما اكون مدرب انا راجل بشجع الزمالك، فانا اعرف اللعيبه كويس جدا، بتفرج بتقرب من شخصياتهم اكتر، لكن الوقت طبعا مش كافي ان انا اشتغل 3 ايام مع مدير فني اجنبي ليه كل التقدير والاحترام. لا، الوقت ما كانش طبعا كافي لحاجه، لكن احنا اشتغلنا النهارده حقيقه يعني للمباراه وفي دماغنا مباراه السوبر يعني. اتفضل يا استاذ. اتفضل اخر سؤال. كابتن احمد الف مبروك. حضرتك لسه بيخرج وشفنا برضه حسام عبد المجيد، هل الخروج ده فني ولا كان اللعيبه عندها اصابه؟ اول كلمه قلتها ان انا وانا بشتغل كنت بحضر تغييراتي لحاجات ليها علاقه بالمباراه وحاجات ليها علاقه بمباراه السوبر، زي النهارده مثلا بدايه دونجا في المباراه وهو مش موجود معانا لو الوقت كان اسعف كان ربيع هيبقى داخل ويكون موجود يعني، على اساس ان انا في اماكن لو فقدت فيها لعيبه مش هيكون عندي بدائل كثيره موجوده فيها، هدور دايما على حلول مش اساسي يعني مش المكان الاساسي بالنسبه للعيب يعني. فصدقني انا واحد لقيت فتره يعني لقيت نفسي موجود مسؤول على الفرقه، مش موضوع صعب بالنسبه لي، بالعكس خالص. انا في يوم من الايام كنت بتمنى لكن ما اخترتش التوقيت. الظروف اللي انا موجود فيها يعني مهم جدا ان انا اقعد اشتغل على كل الحاجات، انت مش متخيل كميه الحاجات اللي انت لازم ترتبها لحاجات لها علاقه بالسفر واللعيبه موجوده واللعيبه عندها ظروف معينه لازم تقعد ترتب بعد ده. فجاه انا لقيت اول امبارح بس لقيت نفسي موجود قدام فرقه بتحط سيستم فرصه والوقت ان شاء الله مع فرقه الزمالك. انا مقتنع ان احنا هيبقى عندنا شكل اقوى من كده بكتير جدا يعني. شفنا النهارده يا كابتن احمد خروج بالكوره كان سيء جدا، هل ممكن الفتره الجايه ازاي ممكن نغير من اسلوب لعبه ولا مستمر على نفس نهج مستر هو النهارده في حاجات كتيره مالهاش علاقه بنهج المدرب مستر فريرا يعني، بس لكن احنا انا قلت لك ان احنا في الكوره اوقات كتيره جدا كنا سيئين، الشوط الاولاني اوقات كتيره يعني معظم الوقت كنا مش افضل حاجه، لكن توفيق ربنا هو الاهم قبل كل شيء، وصدقني اوقات كتيره جدا ممكن تعمل كل حاجه في الكوره وما تكسبش. فالحمد لله على المكسب النهارده لبدايه قصيره جدا، وهكرر تاني جمهور الزمالك مهم جدا 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 الفتره الجايه يكون ورا فرقته وبيساندهم وبيدعمهم، ودي الحاجه اللي انا منتظرها الفتره الجايه ان شاء الله. شفت عايز اسال اي سؤال انا معاك. دعم جمهور الزمالك ليك النهارده اللعب جوه النادي، يمكن كنت في ظروف صعبه بشتغل فيها، لكن طول الوقت دعم جمهور الزمالك ده لازم يبقى موجود يعني. اخر سؤال بقى محمد عواد المفروض ان هو بيجيد مباراه الجزائر ودخل على بطوله السوبر، هل هيتم تجهيز عواد الفتره اللي جايه؟ عشان ضربات الجزاء ولا عشان لا، بيجيد ضربات الجزاء. صلاه على الدكه يعني. بيجيد
ان شاء الله يا رب.